تم التأكيد رسميًا، إسلام عيسى جاله رباط صليبي في الركبة اليمين. بصراحة يعني عشان لو أكلمكم في حاجة فهو الموضوع مؤلم جدًا، بحيث إن أي لاعب مش سهل يروح يلعب في أهلي وزمالك، ولكن الراجل ده ما صادفتوش الفرصة إن هو يلعب في أهلي أو زمالك، ورغم كده آآ تعب وشقي وراح منتخب مصر، وبعد ما راح منتخب مصر يعني من عن طريق سيراميكا بدأ ياخد فرصته وسجّل، وشاف نَفْسه في حتّة بعيدة دلوقتي بعد ما راح المنتخب مرّة و2. بدأ كمان يحلم بكأس العالم ويشوف صفحة جديدة في حياته وهيبدأ يتشاف في كأس العالم حتّى لو راح على الدكة، مع إن أنا كنت يعني شايف إن هو يروح يلعب كمان. وفجأة ينتهي برباط صليبي، وينتهي الحلم معاه. ليه؟ لإن هو عنده 30 سَنة، ده أولًا، اللعيبة في مصر بتفنِّش على 34، 32، 33 يعني بالكتير، واللي بيقعد أكتر من كده ما بيبقاش ليه أصلًا مستقبل، أمّا إسلام عيسى فهو عنده 30 سَنة، يعني معنى كده خلاص انتهى بالنسبة له كأس العالم، لإن الرباط الصليبي بيقعد دلوقتي 9 شهور، فعقبال ما يرجع أصلًا خلاص هيبقى كأس العالم اتلعب وانتهى، وبيفكّروا أصلًا في بطولات جديدة، فيعني معلش يا إسلام عيسى، قدر الله ما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وإن شاء الله ترجع أحسن من كده بكتير. ومعلش يا ابني مش مكتوبة لك، مش نصيبك، في حاجات كتير إن شاء الله ممكن تلاقيها أحسن من كأس العالم بالنسبة لك. أنا عارف إن طبعًا صعبة بالنسبة لك، ولكن اعرف إن ربنا شال لك خير، يمكن كنت تروح هناك وتلعب ويحصل لك حاجة أكبر من الرباط الصليبي. ده أولًا بخصوص إسلام عيسى. تعالوا بقى نستعرض قايمة سيراميكا الغائبة عن لقاء الأهلي. زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله، فجأة واحدة كده، يعني هي الفكرة كلّها طَب ما أعلنتوش ليه الكلام دوّة؟ لأ، فجأة واحدة كده اللعيبة وهي بتلعب أو بتتدرّب جالهم إصابات، أول واحد عمرو السولية إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفرا، خلاص ده عادي، لكن عمرو قلاوة جزع في الرباط الداخلي للركبة، مدة من 4 ل6 أسابيع، يعني معنى كده ممكن ما يقابلش الزمالك أصلًا ما يلعبش، المفروض يعني. عمر كمال عبد الواحد نفس الكلام من 6 أسابيع، ليه؟ تمزُّق في الخلفية، ماشي. كريم وليد تمزق في الخلفية، ما تفهمش يعني ده. إبراهيم محمد إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي. فريدي تمزق في العضلة الضامة وغياب من 3 ل4 أسابيع. هو أنتم كنتم بتجروهم على إيه بالضبط؟ على أسفلت والّا بتجروهم على نجيلة؟ المهم يعني عبد الله مجدي تمزق في العضلة الضامة، برضه أنتم لو تاخدوا بالكم كلها تمزق في العضلة الضامة. محمد رضا بوبو إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي. محمد عبد الله جاري التأهيل بعد التعافي من تمزق في أربطة الكاحل، ده كده أصلًا كان متصاب. سيمو كوندا إجهاد في العضلة الخلفية. إسلام عيسى طبعًا رباط صليبي. لكن لو تلاحظوا إن جميعهم أو معظمهم إجهاد أو تمزق في العضلة الضامة، إجهاد أو تمزق في العضلة الضامة. كابتن علي ماهر حضرتك سليم والّا عندك إجهاد في العضلة الضامة ومش هتحضر الماتش؟ عرّفنا بس يا كابتن. أنا عارف كده إنك ما بتفوّتش وإنك عايز تكسب، لكن إن يحصل ده كلّه، ده حاجة خارجة عن إرادتك أنت، وكلّنا فاهمين هي ماشية إزاي.